بيسلم لشيكابالا على المضمون، ولكن تمريره وحشه لشيكابالا، وادي خطا من اسامه، ونور السيد يعمل فنت وجعفر بيحط جول 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 جول. عملها احمد غضنفر، عملها احمد جعفر. احمد غضنفر بيضع الهدف المبادئه وهدف المبادره لنادي الزمالك، وينير الطريق ويسعد الملايين والجماهير. احمد جعفر يتقدم للنادي الزمالك في اللقطه الاولى، ويستغل الفرصه الاولى من الخطا الاول لاسامه بكره من نور السيد على طول بتسديده قويه تغالط علي لطفي، ويسدد احمد جعفر، وتهتز شباك انبي في الدقيقه 60 علشان يتقدم الفارس الابيض على انبي بهدف دون رد. 1-0، واحمد جعفر بيضع الهدف الافتتاحي في هذا اللقاء، والهدف هيلعب كرة، وشايف خمسة من لاعبي انبي على حدود المنطقة، وادي شعبان بيسقط كرة، وادي الالتحام والخطورة، وادي جول 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 جول. احمد رؤوف يوم البدلاء احمد رؤوف من على دكة البدلاء يعيد الثقة ويعيد الاتزان والهدوء مرة اخرى الى المارد البترولي بكرة مقصية، وايضا عرضية من اللي قلنا هتعمل خطورة على مدافعي نادي الزمالك. بص شوف الارتباك وسرعة رد الفعل، والكرة المقصية من احمد رؤوف، والقدم اليمنى اللي عارفة سكة المرمى، كرة لا تصد ولا ترد، ويعود انبي للقاء، وتصبح النتيجة 1 الزمالك 1 انبي. يوم البدلاء، واحمد رؤوف بيسدد شيكا، ولكن تسديده في منتهى السهوله للحارس علي لطفي، يمسك على طول بثبات. هاني سعيد يسلم نور، ادي ضغط قوي من عادل مصطفى، ويسلم رؤوف لعبد الظاهر، وادي جول 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 جول. احمد عبد الظاهر بيعود وياتي بانبي من الخلف، وبيضع الهدف الثاني. يا سلام على الدراما، ويا سلام على الافكار والسيناريو الغريب اللي دايما بيشهدوا لقاء انبي والزمالك. بص شوف الكوره، وبص شوف الدراما واللغز والمستديره لما تحب تتكلم. بص شوف الجماعية بتعمل ايه، والسرعة من احمد عبد الظاهر اللي بباطن القدم على طول بيركن على شمال عبد الواحد علشان يضع الهدف الثاني لانبي، وتصبح النتيجة 2 انبي 1 نادي الزمالك.